السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه يا رحمن يا رحيم. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم جدا، موضوع في حقيقه خطير. وغادي نبدا بسؤال بسيط، سؤال تيقول شحال من مره حليتي مثلا تيك توك ولا حليتي فيسبوك ولا حليتي جو سي با انستغرام غير باش تريحي راسك شي شويه، ولا مثلا باش تسكرولي شي شويه وانت وباش ديتي التيك توك ولا انستغرام حسيتي بشي حاجه غريبه، حسيتي بواحد الاحساس لداخل ماشي هو هذاك، احساس عنده علاقه بالنقص، بحال الا حياتك واقفه، بحال كلشي كيدوز من حداك وانت تتقلب وتتشوف الناس. هذا مسافر، هذا شرا دار، هذا بدا مشروع، هذا جو سي با عايش في واحد البلاصه، كلشي كيبان ضاحك، كلشي تيبان ناجح، كلشي تيبان متالق وسط هذا الزخم هذا كله. كيطلع لك هذاك الصوت داخل دماغك، فهمتيني، واحد الصوت تيقول لك فين وصلتي انت، فين وصلتي، علاش باقي انت بلا نتيجه. هذا الصوت واش انت اللي خاط يقولها لك في الداخل؟ ما كاينش شي واحد فينا ما سمعش هذا الصوت، متفقين؟ ما كاينش شي واحد فينا ما سمعت ما يسمى بصوت المقارنه، صوت الشك، صوت ديال النقص، النقص اللي تيجي عن طريق المقارنه. ودابا خليني نسول لك واحد السؤال اعمق، سؤال في حقيقه اعمق، واش فعلا حياتك ناقصه؟ انت دير هذه المقارنه، واش فعلا تحس بان حياتك ناقصه، ولا غير عقلك اللي ولا مبرمج يشوف بان الحياه ناقصه؟ واش فعلا الاخرين ناجحين اكثر منك، ولا غير تعلمتي تقيس النجاح بمعيار ماشي ديالك، معيار الاخرين؟ اليوم ما بقيناش كنعيشوا في الواقع حقيقه، مع لي ريزو سوسيو ما بقيناش نعيشوا في الواقع، ولينا بحال في واحد النسخه محسنه من الواقع. كل واحد ولا عنده واحد الواجهه رقميه كيبين فيها غير اللحظات زوينات، يبين فيها الضحك، تيبين فيها السفر، النجاح، التوازن، الرومانسيه، كل شيء. ولكن شنو اللي ما كيبانش، شنو اللي ما تيبانش حقيقه؟ بحال الليالي ديال الخوف، بحال الليالي ديال الشك، بحال هذيك الوحده، هذيك الحيره اللي تكون مع الواحد. ما تيبينوش هادشي، ما تيبانش هادشي في لي ريزو سوسيو. ما كنعرفوش الفرق ما بين الصوره والحقيقه. كنشوفوا واحد ضحك كنسجلوا في الدماغ ديالنا بانه السعاده، كنشوفوا واحد مسافر كنسجلوا في الدماغ ديالنا بانها الحريه، كنشوفوا مثلا واحد عنده نجاح ظاهري كنسجلوا في العقل ديالنا بانني اوتوماتيكمون بالمقارنه بانني ناقص، بان شي حاجه ناقصه عندي. وهكذا بلا ما نحسوا ولات حياتنا سباق غير معلن، كل واحد كيبغي يبان بخير، حتى لو مثلا لو ما كانش بخير تيبغي يبين بخير. ولكن السؤال الحقيقي هو واش فعلا هذه هي الحياه؟ واش فعلا النجاح ولا في عدد المتابعين، ولا العدد المرات اللي تكون فيها مثلا مكونيكتي، ولا عدد اللايكات، ولا مثلا في عدد المرات اللي تكون مرتاح مع راسك، في هذا السكون ديال الرضا الداخلي؟ فيديو اليوم ماشي ضد لي ريزو سوسيو، ولكن ضد الطريقه اللي ولينا تنشوفوا فيها نظرتنا لريوسنا. لان اخطر حاجه ممكن تضيعها في هذا العصر، هذا العصر ديال الذكاء الاصطناعي والعصر الرقمي، ماشي الوقت. اكثر حاجه تضيعها هي هذاك الاحساس بالقيمه الذاتيه اللي تكون داخل. اذا باش ندخلوا في الموضوع ونفهموا اكثر كيفاش تخدم هذه البرمجه ديال لي ريزو سوسيو، باش نفهموها اكثر كيفاش تاثر فينا، خاصنا نرجعوا لاصل الحكايه، هي كيفاش كيدير العقل ولا كيخدم العقل ديال الانسان. العقل ديالنا كما كنظنوا ما تيتحركش بالمنطق، راه هذا ظن تيسحب. واش العقل ديالنا تيتحرك بالمنطق؟ العقل ديالنا تيتحرك بالاحساس وبالمكافاه. وشرحت هذا الشيء في واحد الفيديو قبل. كل مره كتحس بواحد اللذه، بواحد الفرح، بانتصار صغير، الدماغ ديالنا تيطلق واحد الماده سميتها الدوبامين، وهذه الماده هذه هي اللي كتخليك تحس بهذيك المتعه. متعه مثلا ملي تسمع شي كلمه تشجيع، متعه مثلا ملي تذوق شي ماكله زوينه. وخصكم تعرفوا احبابي، هم الشركات الكبرى مثلا ديال لي ريزو سوسيو فاهمه هذا السر مزيان، وهي باش بنات فيه الالغوريثم ديال لي ريزو سوسيو، بنات كل النظام ديالها على هذه القضيه هذه. دونك كل فيديو، كل لايك، كل اشعار، كل نوتيفيكاسيون مصمم باش يعطيك هذيك الجرعه الصغيره ديال الدوبامين. تفتح فيها مثلا يوتيوب ولا فيسبوك ولا انستغرام، جو سي با الفيديو الاول تيضحكك، الثاني تتعجب، تيشككك، الرابع تقول اول شنو هذا الشيء كاين اللي تيخلعك. العقل كيسجل هذا الشيء، وكل مره تنفتح كنحس بواحد الراحه. وهنا كيبدا الادمان الهادئ، ماشي هذاك الادمان على المحتوى، ولكن الاحساس اللي تعطيك هذا المحتوى هذا. ومع الوقت العقل كيبني علاقه جديده، كل اشعار، كل نوتيفيكاسيون، كل فيديو هو مكافاه، كل لايك، كل جيم هو اعتراف، كل تعليق هو احساس بالقيمه. ومن ثم كيتبدل المعنى في راسك بلا ما تحس. كتولي يا احبابي اسمعوني مزيان، كتولي القيمه الذاتيه ديالك مربوطه برد فعل ديال الناس. وانا شرحت القضيه في هذا واحد الفيديو قبل. ماشي الاحساس اللي جاي من الداخل، زعما ما تبقاش مربوط بهذاك الاحساس اللي جاي من الداخل. كيكون عندك انجاز كبير مثلا، ولكن ما تفاعلوش معاه الناس، العقل ما تعطيش نفس الاحساس ديال الفخر. كيولي يقول علاش ما بانش، علاش ما حسوش بيا الناس، الوغ كنت درتي انجاز كبير. وهنا كتبدا واحد البرمجه خطيره، تتبدا البرمجه ديال القيمه الذاتيه تتساوي الخارج، تتساوي برا، ماشي لداخل. وهذه القضيه في البرمجه اللغه العصبيه شرحناها احبابي، كنسموها مركز التحكم الخارجي. معناتها تيكون عندنا مركز تحكم خارجي، يعني ما تنقدروش نحسوا بالرضا حتى نشوفوا رد فعل الناس. بحال واحد مثلا مول الطوموبيل ما كيعرفش قيمته حتى كيشوفوا الناس واش تيشوفوا فيها، عاد تيقول هذه طوموبيل واعره. ولكن الناس اللي عندهم مركز تحكم داخلي ما كيعيشوا بمنطق اخر،
تيعجبوش بهذا المنطق اللي قلنا، تيعجبهم منطق اخر. انا اللي تيقولوا انا اللي تنقرر، انا اللي تنعرف شنو القيمه ديالي، ماشي الناس. هادو هما الناس اللي كيبقاو متوازنين وسط هذا الزخم ديال لي ريزو سوسيو، ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، وسط الضغط، وسط الاعجابات. ولكن المشكل الحقيقي ماشي في لي ريزو سوسيو. انا تنقولها دائما، ريزو سوسيو سي ان بوفوار، سي اون فورس، ماشي هو المشكل. المشكل في كيفاش تستغل نقطه الضعف طبيعيه عند الانسان. هذه نقطه الضعف هي الحاجه للاعتراف. الانسان بطبعه راكم عارفين احبابي باغي يحس بانه مهم، باغي يحس بانه محبوب، باغي يحس بانه مسموع. هذه حاجه طبيعيه، ولكن ملي ترتبط بلي جيم وبلي لايكات وبلي كومونتير كتولي ادمان، كيتستهلك الوعي، كيتستهلك الوعي ديالو ببطء. كتبدا واحد الحلقه مفرغه، كتسهر كتقلب وكتنعس، تتفكر في الارقام، الدماغ ديالك تيسول فين مشات المكافاه ديالي، تتبقى تقلب على هذه المكافاه ترافيغ لي ريزو سوسيو، تولي باغي هذيك الجرعه الجديده، الجرعه ترافيغ لي فيديو، ترافيغ لي كومونتير، ترافيغ بزاف د الحوايج. ولكن الثمن هو هدوء الداخلي. والاخطر من هذا الشيء كامل احبابي هو ان البرمجه تتبدل لك التعريف ديال النجاح في راسك. تيبقاش النجاح هو كتحس بهذاك السلام الداخلي، تتحس بهذاك الرضا اللي عندها علاقه بلي فالور ديالك، ولكن واش بان النجاح ديالي عنده علاقه بالناس. تتولي خدام باش تصور، تتولي كتفرج باش تنشر، تتنجز باش الاخرين يعترفوا بك. وهذه اخطر معادله في هذا العصر هذا. النجاح ولا عرض ماشي تجربه، وهذه خطيره جدا. اسمعوني احبابي، النجاح ولا عرض، هذاك الشيء تنعرضه ماشي هذاك الشيء الاكسبيريونس اللي تنعيشوها. فكر فيها مزيان، ممكن تكون عايش انجاز حقيقي واعر، ولكن حيت ما صورتيش العقل ما تيعطيش هذاك الاحساس بالنجاح. وهذه اكبر خساره في هذا العصر هذا، اننا بدينا تنحسوا من القيمه بالقيمه من رد الفعل، ماشي من الفعل. اسمعوني، تنحسوا بالقيمه من رد الفعل ماشي بالفعل. وهنا غادي نوقف معكم واحد النقطه جوهريه. الفيديو اليوم ماشي على الادمان ديال لي ريزو سوسيو، ولكن على ادمان المقارنه وادمان التقدير الخارجي. وغادي نحاولوا نفهموا جميع كيفاش نرجعوا للبرمجه الاصليه ديالنا، حيت لي ريزو سوسيو اخطر حاجه فيها هي المقارنه. غنحاولوا نرجعوا للبرمجه الاصليه ديالنا اللي فيها الانسان كيحس بقيمته من الداخل، كيعيش النجاح ديالو بلا جمهور بلا ديلايك، كيعيش واحد النجاح اترافيغ ليكسبيريونس، اترافيغ واحد لوبجيكتيف واضح. هذا القانون المقارنه الاجتماعيه بحقه هو اخطر فيروس نفسي ديال العصر. باش نفهموا اللي كيدير فينا في هذا العالم الرقمي، خصنا نفهموا واحد القانون نفسي عميق اللي علماء النفس كيسميوه قانون المقارنه الاجتماعيه. راه قلت لكم هو قانون بسيط ولكن التاثير ديالو خطير. هذا القانون المقارنه الاجتماعيه، الانسان بطبيعته تيقارن باش يعرف شكون هو، حاجه عاديه. تيعرف شنو المكان ديالو في العالم، حاجه عاديه. ملي كتشوف شي حد كيدير شي حاجه، العقل ديالك تيسولك فورا واش انا بحالو، واش انا اكثر منه، واش انا اقل منه. تبقى هذه المقارنه هي، شوف، هذه المقارنه بحد ذاتها ماشي خايبه، بالعكس هي اللي تتخليك تتطور، تتعطيك واحد المقياس باش تعرف واش غادي في طريقك، واش غادي مزيان، واش غادي في هذاك. احسن مقارنه وانت تكون تتقارن راسك مع راسك، واش غادي في نفس الطريق. ولكن المشكل هو فين ولات تتوقع هذه المقارنه. زمان كتتوقع في واحد، كانت مقارنات محدوده، تتكون اون ايكيب ديال لي سيونتيفيك تيقارنوا بعضياتهم باش يوصلوا لواحد الهدف جميع. تتشوف الناس اللي محيطين بك في القسم مثلا، في العمل، كاين مقارنات ديال الواقع مثلا. ولكن دابا هي تسمعنا المقارنه الواقعيه. ولكن اليوم كتفتح تليفونك وفي الدقيقه كتشوف مئات الوجوه، تتشوف مئات القصص، الاف كاع القصص، وكلها تتقول نفس الرساله المخفيه اللي هي شوف انا ناجح، شوف انا بخير. كلشي تيقول انا ناجح انا بخير، والعقل ديالك بلا ما يحس كيدير مقارنه. ولكن هي في الحقيقه مقارنه ظالمه. تصور هذه الناس يوميا تيقارنوا راسهم بشي اشياء بواحد الطريقه، تيظلموا نفسهم هكذا. تيظلموا نفسهم علاش؟ حيت تيقارن ما بين حياته الواقعيه وما بين النسخه المثاليه اللي صممها واحد اخر اترافيغ لي ريزو سوسيو. تخيل معايا، تكون في دارك عيان، جيتي من الخدمه بعد النهار، واحد النهار طويل، تتحل انستغرام، تتحل فيسبوك، ولا تتحل تيك توك، تشوف واحد من نفس المدينه كيصور فيديو في دبي مثلا، ولا في شي جزيره استوائيه. هو ما كيعرفكش وما كيعرفش الظروف ديالك بين ايفيدامون، دار هذا البارطاج هذا، ولكن عقلك كيدير مقارنه فورا. بزاف الناس توقع لهم هادشي، تيقول علاش هو وصل وانا باقي، واش انا اللي ما قدرتش؟ ومن هذيك اللحظه حقيقه تيبدا واحد هذاك الفيروس المقارنه يخدم بصمت. دائما تنقول هذه القضيه، راه الامور العقل ديالنا تيخدموا بصمت. تطلق فيك هذاك الاحساس، الفيروس المقارنه تطلق فيك هذاك الاحساس الخفيف بالنقص، احساس باللوم، احساس بالفراغ. ومع التكرار هذا الاحساس كيتبرمج في العقل ديالنا وكيولي نظام حياه. هذه هي دائما ترجع لكم هذه الخدعه، تيولي ان سيستيم دو في. كيتولي داك الصوت الصغير في راسك اللي قلت لك في الاول، وكيظهر في كل مجال في حياتك، في كل مجال. خدمتك، شوف فلان فين وصل. في لباسك، شوف هذاك لابس، شوف انا ماشي لابس. في العلاقات، علاش انا حياتي ماشي مثاليه وما عنديش علاقات كيف بحال هذا السيد هذا. تيبداو دوك الاسئله الكاذبه، وهكذا كيبدا العقل يربط القيمه الذاتيه ديالك بالمقارنه. شحال صعيبه هذه القضيه اخواني، وهذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر عليه. ما تبقاش تسول شنو درت اليوم، ولكن فين وصلت مقارنه بالاخرين. ومن الناحيه العلميه، العقل فاش كيقارن تيطلق نفس الهرمونات ديال التوتر. تصور احبابي، القلب تيزيد يدق، الافكار كيجريو، المشاعر تتنزل،
وكتعيش توتر مزمن. دونك السر ديال التوتر اللي تتعيشو يوميا هو المقارنه تديرهم اترافيغ لي ريزو سوسيو. ديرها هذه واضحه عندك وانت ما عارفش السبب. والاخطر من هذا الشيء كامل هو المقارنه تتخنق نظرتك لراسك، فهمتيني؟ تتخنقها، تتبدا تشوف غير شنو خاصك وتتنسى هذاك الشيء شنو عندك. مثلا شنو خاصني دابا، واللي عندك ما تتنساك بحال هذاك الشيء والو. تشوف غير الانجازات الاخرى، تتنسى الرحله ديالك، تتنسى الاكسبيريونس ديالك، تتنسى التجارب، تتنسى التعب، تتنسى الدروس ديالك. وهذه هي اللحظه اللي تتبدل فيها الهدف ديالك من باغي نتطور الى باغي نتبع هذوك الناس. وهذه الجمله باغي نتبع هذوك الناس هي اخطر جمله ممكن يعيش بها الانسان، عوض ما يقول باغي نتطور، لانها ما كتتساهلش. دائما غادي تتبع، كل مره غادي يبان لك شي واحد قدام كل مره، وغادي تحس بانك باقي ناقص بهذه الطريقه هذه ديال لي ريزو سوسيو مهما درتي. فكر مزيان فيها، فكر فيها مزيان. ملي كتقارن حياتك بانسان ما تتعرفش الظروف ديالو راك تتحكم على راسك من معلومه ناقصه. دير هذه مزيان في راسك. راه الناس كيبينوا اللقطه اللي باغيه تبان، الضحك، السفر، النجاح، الرومانسيه، اي حاجه، ولكن ما تيبينوش هذاك التعب، هذيك الاكسبيريونس، هذاك الصراع الداخلي، هذاك الفشل تيبانش اغلبيه في الريزو سوسيو. ومع ذلك العقل كيسجل الصوره على انها الحقيقه الكامله. غادي يشوف هذاك النجاح تيقول هذه الحقيقه الكامله. واخا تنقول لكم هذه الهضره غادي تشوفها في فيسبوك غادي تقول لك هذه الحقيقه الكامله. وهنا كيوقع هذاك الخداع الكبير. الانترنت فيه كل شيء الا الحقيقه. انا تنقول هذه القضيه هذه، الفيديو ديال اليوم ماشي حرب على على لي ريزو سوسيو قضيته، ولكن باش نداء باش نفهموا اكثر ونفهموا هذه البرمجه اللي تطلع لنا يوميا اترافيغ الشاشات، اترافيغ لي ريزو سوسيو. لان الريزو سوسيو ما تغسلش دماغنا بالعنف ولا شي حاجه، تغسلهم بواحد النعومه، واحد التكرار، واحد المقارنه اليوميه. ملي تنقول لكم تبعوا محتوى زوين، راه بصح تبعوا محتوى زوين، انه هذاك المحتوى الاخر تيدمرك. ساختوا المحتوى اللي عنده علاقه بالمقارنه، حيت كل صوره، كل لايك، كل كومونتير هو درس صغير كيعلم العقل. تيقول لك شوف راسك من الخارج، تصور كل يوم. ولكن اليوم غادي نحاولوا نبدلوا هذا الاتجاه، نرجعوا للنقطه الاصليه كما بحال قلت لكم، فين كاينه القيمه الداخليه. منين تجي القيمه الداخليه؟ خصها تكون تجي من الداخل، ماشي من الانعكاس الرقمي اترافيغ لي ريزو سوسيو، من المقارنه ديال الوهم اللي تجينا. وهذا الشيء بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم، هو فقدان الهويه ديالنا الحقيقيه. ملي تتعيش وسط هذا البحر ديال الصور ديال لي ريزو سوسيو، كل دقيقه تتشوف نجاح جديد، وجه جديد، قصه جديده، كيتدبر في عقلك تعريف النجاح، تتبدل اوسي الاحساس ديالك بنفسك. كتولي كتعرف ما تتعرفش واش فعلا باغي توصل لهدف معين. وهنا تيطرا داك غياب الوضوح اللي هضرت عليه في لا فيديو اللي قبل، فهمتيني؟ ما عندكش هذاك الوضوح، باغي غير تحسك بحال هذاك اللي شفتيه مثلا. وهنا تيكمل اخطر حاجه، هنا تتكون اخطر حاجه كيديرها لي ريزو سوسيو في العقل ديال الانسان. تتمسح لك العلاقه ما بين شنو باغي وعلاش باغي، هذاك لو بوركوا، بحال لو باور اوف واي تتمسح لك، ما تبقاش عندك. تشوف غير شي حد شاري مثلا دار في دبي تتقول حتى انا بغيتها، لكن صورتي راسك علاش؟ تشوف شي واحد الطوموبيل عنده واحد تقول انا بغيتها، ولا ما علاش؟ واش فعلا كتحلم تعيش في دوله اخرى، ولا فعلا تتحلم باش تكون عندك هذا الطوموبيل، ولا لان الصوره اللي تشوفها كل نهار تتبرمج لك في عقلك بان تربط لك النجاح بالبحر، بالابراج، بالطرف، بهذيك الدار في دبي. من هنا تبدا ذاك الاغتراب الذاتي، تغترب على راسك، تولي مغترب من راسك، يعني تتولي غريب حتى على راسك، تفقد العلاقه مع صوتك الداخلي. هذا الصوت، حيت الصوت ديال الناس ولا اقوى من الصوت ديالك، تتولي تشوف الدنيا بعين ماشي ديالك، وتتجري في واحد الصباق، تيقول لك ما كاينش الجرا، ما كاينش الجرا. من هنا تيجي الجرا، من هذيك المقارنه الفارغه، وما تتعرفش حتى فين غادي توصل. وهنا فين تيكون غياب وضوح الهدف. بزاف ديال الناس اليوم تافهين، ماشي لانهم فاشلين، شوف، ماشي لانهم فاشلين، ولكن لانهم عايشين حياه ماشي ديالهم. كل نهار تيتبعوا نموذج جديد، موديل جديد، كل نهار ماشي عندهم موديل واحد، كل نهار عندهم موديل جديد، ستيل جديد، موضه جديده، طريقه جديده، تيحاولوا يكونوا كيف بحال الناس بلا ما يسولوا راسهم واش هذه فعلا الحياه اللي تنبغي نعيشها، واش فعلا هذه الحياه اللي بغيت نعيشها. شنو كيوقع للعقل في هذه اللحظه هذه؟ كيولي ما تيقدرش الفرق ما بين الرغبه الحقيقيه ديال الانسان والرغبه المبرمجه ترافيغ لي ريزو سوسيو. فهمتوني احبابي؟ الرغبه الحقيقيه اللي تجي من الداخل، من القلب، من التجربه، من لي فالور، من القيمه. اما الرغبه المبرمجه كتجي من الخارج، تجي من الصوره، تجي من هذوك اللايكات، من الاعجاب من المجتمع. تيولي واحد لو غاب انكرويابل. ومع الوقت تولي عندك جوج حياه، تتكون حياه تعيشها قدام الناس، وحياه مخفيه داخلك ما راضيش بها. هنا فين تيجي بزاف الناس تيجيهم الاحباط. قدام الناس راه بخير، ولكن في داخلنا راه شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنا واحد في علم النفس يقول هذه الظاهره هذه سميتها التنافس الذهني. شوف، يعني كتعرف في عمقك ان الطريقه اللي عايش بها ماشي منسجمه مع هذاك الشيء اللي حاس به. كتضحك ولكن من الداخل متعب، كتنجز ولكن ما فرحانش من الداخل، كتنشر النجاح ولكن ما تتحسوش احبابي، ما تتحسوش. العقل تيبقى مشدود ما بين جوج الصور، الصوره اللي كيبغي يبان بها والحقيقه اللي باغي يعيشها. وهذا تناقض كبير جدا. انا ماشي عالم في علم النفس، ولكن هادو مفاهيم كل واحد خصو يفهمهم. فهمتوني احبابي؟ هادشي علاش كيستهلك العقل، تيستهلك طاقته النفسيه، الانسان تيستهلك طاقته النفسيه بلا ما يحس.
سول راسك بصدق، واش فعلا كنعيش الحياه اللي بغيتها ولا كنعيش الحياه اللي برمجوني نشوفها كل نهار؟ هذا سؤال سولوه، هذا سؤال مفتوح للجميع. واش النجاح عندك هو تكون مرتاح ولا غير باش تبان انك ناجح؟ سول هذا السؤال هذا، واش بصح غير بغيتي تبان انك ناجح، واش بصح ولا النجاح بصح بغيتي تكون مرتاح؟ واش كتاخذ قراراتك ديالك بوعي ولا اللاوعي ديالك هو اللي كيدير القرارات بالنيابه عليك؟ بالنيابه عليك بناء على كل صوره، على كل فيديو، وعلى كل مقارنه شفتيها. ماشي عيب احبابي نحلموا، ماشي عيب نحلموا نوصلوا لواحد الهدف، ماشي عيب نكونوا باغيين ننجحوا، ولكن الخطر هو تفقد نفسك في الطريق ماشي ديالك. مثلا غادي في واحد الطريق اللي انت عارفها ماشي ديالك، ورغم ذلك لانها تجيب لك هذاك الراحه النفسيه، ديك المقارنه تبغي تاخذها. هذه اكبر خساره في الحياه، واكبر خساره هي انك ما تحققش الحلم ديالك، ولكن تنسى علاش بغيتي تحقق هذا الحلم من الاصل. تتنسى كل شيء، تتولي غير معجره، تنقول لك الجره ما عارفين فين تنجرب. والحل احبابي زي ما تنقول لكم، الحل هو كيفاش نخرجوا من هذه البرمجه. ولا شفتوني راه داير هاد واحد لي سيري ديال لي فيديو على البرمجه انكرويابل، رجعوا معنا دابا تنهضروا على البرمجه ديال المقارنه. ملي تفهم ان المقارنه ماشي مجرد عاده ولكن برمجه خدامه في العقل ديالك بلا وعي، غادي تفهم ان الخروج منها ماشي حرب نفسيه ولكن واحد الرحله ديال الوعي، ديال التدريب، ديال لا فورماسيون. وهنا غادي نعطيك واحد 3 الخطوات بسيطه ولكن فعاله بزاف. انا نفعتني حقيقه، نفعتني باش يوميا تنطبقها يوميا، غادي تحس ان حياتك تتبدل من الداخل بلا ما تبدل حتى حاجه من الخارج. الخطوه الاولى هي الوعي بالمقارنه. اول حاجه خاص توقف وتشوف المقارنه وهي تتوقع. تشوفها ملي تقارن راسك، فاش تشوف شي حد ناجح مثلا انت تقول اوتوماتيكمون راني فاشل. العقل ديالك تقول حباس، العقل ديالي راه بدا يقارن، انا غادي نوقف ونتنفس. ما تحكمش على راسك، غير لاحظ. وعوض ما تقول انا فاشل قول لراسك مزيان عليه، الله يوفقه، دعي معاه، قول هذه حياته الله يسهل عليه. عرفتي، اعطيه هذا الوعي، راه تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا اول كود غادي تفكوا في البرمجه القديمه، الا المقارنه تعيشك في الظلام. الوعي هو ذاك النور تخافي هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ملي تتولي واعي تتولي حر، تختار، تفرح الاخرين، فهمتيني، تتولي بواحد التفكير ايجابي اللي غادي تفرح للناس وتكمل طريقك بواحد الثقه. والخطوه الثانيه هي تتحول الاتجاه. ياك قلنا الخطوه الاولى الوعي، الخطوه الثانيه تتحول الاتجاه. في البرمجه اللغويه العصبيه كاين واحد المبدا ذهبي كنسميوه التاطير. هو المعنى ديالو بسيط جدا، بدل المعنى اللي تتعطيه للموقف. اي موقف تشوف تتبدل المعنى ديالو. فاش تشوف واحد سي با سابقك في شي مجال ديالك تشوفه في لي ريزو سوسيو، بدل ما تقول سابقني ويخرج هذاك الاحساس الغيره، قول الحمد لله والشكر لله، سبقني، والله الله يعطيه الخير ويعطيه كل شيء، وهذا السيد غادي يوريني الطريق. مجرد ما تبدل المعنى ديال الغيره بان واحد سابق، بان واحد تيوريك الطريق، تتبدل الطاقه كليا. تتولي هذه الغيره تتسوبريميها وترجعها الهام. احباط تتسوبريميه تولي تحفيز. تشوف كل شخص ناجح تيشعل الضوء في الطريق. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تيبدل كلشي، تتولي واعي، تتشوف الضوء، ما تبقاش تشوف الظل، ما تبقاش تشوف الظلام. دونك بدلتي هذيك الرؤيه ديالك. والخطوه الثالثه هي برمجه التقدير الداخلي. شنو معنى برمجه التقدير الداخلي؟ المقارنه تجي من النقص، تجي واحد النقص ديال التقدير الذاتي، والعلاج ديالها هو انك تعلم عقلك يقدرك من الداخل. كل صباح خذ واحد 2 دقائق انت مثلا قدام المرايه، ذكر راسك بشي حاجه زوينه درتيها البارح، تذكر شي حاجه واخا دي ميني فيكتوار، تسميهم دي ميني فيكتوار، تفكرهم. ماشي شرط يكون شي انجاز كبير ولا شي حاجه واعره، ممكن تكون غير صبرتي، تعلمتي في شي حاجه، عطيتي راسك واحد الوقت، سمعتي، عقلتي تبرمج على التكرار. وكل ما تقدر راسك على مجهود صغير كترد برمجه القيمه الذاتيه مكانها الاصلي. الداخل ماشي الخارج، المكان الاصلي هو الداخل ماشي الخارج. ومع الوقت تولي كتفرح بنجاح اخرين بلا ما تحس بالنقص. هذا هو الهدف ديالي، وتفرح بنجاح الاخرين، حيت عارف ان قيمتك ما جاياش من المقارنه ولكن من وعيك، جايه من الداخل ديالك، من المسار ديالك، من الاكسبيريونس ديالك. كنقولها لك بصراحه، ما يمكنش توقف المقارنه نهائيا، هذه حاجه عاديه، ولكن تتغير المسار ديالها، حيت المقارنه تبقى جزء من الطبيعه البشريه ولا قلتها قبيله، ولكن تقدر تغير الطريقه اللي تعيش بها المقارنه. تقدر تخليها مصدر ديال الطاقه، مصدر ديال الالهام، ماشي مصدر ديال التعب ومصدر ديال التهديد وديال الاحباط. ولكن شوف، تولي النجاح ممكن. فكر فيها مزيان. لي ريزو سوسيو ما غاديش تقيس من قيمتك، ولكن غادي توريك واش انت فاهم قيمتك. فهمتيني يا حبابي؟ هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. كل مره غادي تحس بها في النقص، غادي تشوف، ما تبقاش تشوفها كمشكل، ولكن كتنبيه من عقلك كيقول لك رجعني عافاك للداخل، رجعني من لي فالور ديالي، ما تبقاش تابع على الخارج، رجعني لي فالور ديالي. وهذه اللحظه بالضبط احبابي هي اول خطوه في الحريه الحقيقيه في هذا العصر، هذا الرقم العصر ديال الذكاء الاصطناعي خاصه. دوك القوه الحقيقيه في هذا العصر اللي فيه كل شيء باين، كل شيء سريع، كل شيء متصل. القوه الحقيقيه ما بقاتش في المعلومه، ما بقاتش في التكنولوجيا، سمعني مزيان. القوه الحقيقيه بقات في القدره على البقاء متصل بنفسك.
عارف وفاهم نفسك. اليوم كل واحد فينا عنده واحد المنبر صغير في التليفون ديالو، يقدر يبان فيه ويهضر فيه ويعبر فيه ويوصل فيه صوته، ولكن السؤال الحقيقي ماشي شنو كيبان الناس، السؤال اللي خصني نقول لراسي هو شنو تيبان ليك ليا انا في نفسي، شنو تيبان ليا انا في داخلي، في الداخل ديالي. لان اللي خسر التواصل مع راسو ما غاديش ينفعو حتى جو سي با حتى مليون متابع، ما غادي ينفعو حتى العالم كامل نتبعوه هو خسر التواصل مع راسو. فكر فيها مزيان. كاينين الناس ما عندهم لا لايكات لا شهره لا والو، ولكن عندهم سلام داخلي كنا عايشونه مع جدودنا في الطبيعه في الباديه، تينعسوا مرتاحين. وكاينين الناس عندهم الاف المتابعين والاف ما عرفت شنو، ولكن ما تينعسوش حتى تيشوفوا شكون اللي تفاعل، شكون اللي علق، شكون اللي دار لايك. فين هي القوه الحقيقيه؟ القوه الحقيقيه في الداخل، في الوعي. العقل اليوم محتاج يرتاح احبابي، محتاج يرتاح مع الصخب اللي طاري اليوم، محتاج يسمع صوتك الداخلي، تجلس مع راسك. وهذه نصيحه كانت تعطيها لي الاستاذ ربيع الادريسي، جلس مع راسك، ما محتاج يسمع صوت العالم. خذ وقتك كل نهار غير 10 دقائق وجلس مع راسك بلا تليفون، بلا دوك الاشعارات النوتيفيكاسيون، بلا حتى حاجه، بلا لي ريزو سوسيو. جلس مع راسك، جلس شويه مع راسك، اسمع صوتك الداخلي. يمكن يقول لك برافو راك بخير، راك درتي شي حاجه واعره، ويمكن يقول لك شوف لا في الاتجاه، راك غادي في اتجاه ماشي واعر، ولكن راك تيقول لك الحقيقه. ما غاديش تلقى هذه الحقيقه في لي ريزو سوسيو. هي مزيان لي ريزو سوسيو سي اون فورس بحال اللي قلت في الاول، وانما ما تخليهاش تسلب لك هذيك الطاقه ديالك الداخليه، لان الحقيقه ما تتصورش، الحقيقه تتعاش. النجاح ما تتقاش بالارقام، النجاح تتقاس بالاحساس بالرضا والجمال. زي ما تنقولها الجمال ماشي في الصوره، الجمال في النيه وفي السعاده ديالك، ماشي في لي جيم وفي جو سي با كوا اللي تطرا في لي ريزو سوسيو، ولكن في اللحظه اللي تكون فيها صادق مع راسك. ولا جو سي الناس دابا متبعين بوكو دو فيديو في اليوتيوب في هذاك الشيء، تبع محتوى اللي غادي ينفعك، اللي غادي يعطيك واحد الدفعه للامام. شكرا بزاف لانكم تبعتوا هذا الفيديو. انا بغيت ندير هذا الفيديو باش نوريكم العلاقه ديالنا مع لي ريزو سوسيو، حيت شفت الناس بزاف متبع لي ريزو سوسيو، وانا عارف بانه سي اون سورس ديال الاحباط، سي اون سورس ديال الفشل عند بزاف الناس، هو مصدر ضغط عند الناس بزاف، وتيخلي بانه اكبر سورس ديال البرمجه هما لي ريزو سوسيو. التكنولوجيا راه شوف خدامه باش تسهل علينا حياتنا، ماشي باش تسرق منا الهويه ديالنا وتسرق منا النيه وتسرق منا التفكير الايجابي وتسرق منا التجارب ديالنا. دونك عيش حياتك بحال اللي تتليق بك، تولي لي ريزو سوسيو كوم اوتي باش توصل الصوت ديالك الداخلي مثلا اللي تخليه ينفع الناس اخرين. فهمتوني احبابي؟ دونك شكرا جزيلا انكم تبعتوني هذا الفيديو هذه، بغيت هذا الموضوع هذا تعطيه اهميه، انه ما بين الموضوع اللي تسرق لك البرمجه اللغويه اليوميه ديالك. فشكرا جزيلا لكم، والى اللقاء ان شاء الله في موضوع اخر. بارك الله فيكم.